ايوه. ايه يا عصمه؟ ازيك يا مروه؟ عامله ايه؟ عامله ايه انتي؟ ايه اخبارك؟ الحمد لله. احمد جوه؟ لا لسه ما جاش بره. برضو ماشي. طيب خدي الفلوس دي اديها له اول ما يجي. ها؟ ايه الفلوس دي يا مروه؟ الفلوس بتاعته سايباها له انا. فلوس بتاعته سايبها له ايه يعني مروه؟ مروه على فكره بسبب الفلوس اللي انت كل شويه كل فتره تسيبيها له كل فتره تسيبيها له احمد ما بيشتغلش. احمد لا معتمد لا. على الفلوس اللي انت طب انت بتسيبها ليكي له. دلوقتي ان هو بيصرف عليكي ولا في حاجه مقصر منها؟ في حاجه مقصر اخويا فيها؟ يعني ايه في حاجه مقصر يعني لو فيها؟ في حاجه اخويا مقصر فيها انا رقبتي سداده في حاجه؟ ده رقبتك مسدده ليه يا مروه؟ عشان شغاله مرمطون مثلا عند سيادتك اللي انت طالع نازل مودي لك عيالك النادي ومودي جايب لك عيالك من الدروس وجايب لك عيالك من هنا، فعشان ده تمن يعني اجرته ليكي؟ انت مالك يا عصمه؟ انا عايزاه ينزل يشتغل يا ستي، انا عايزاه يبقى راجل يا ستي ويتحمل مسؤوليه بيته. بيشتغل في مكان خاص. اخويا مش لاقي شغل، لو لقى شغل هيبقى ينزل، بس هو لحد دلوقتي ما لقاش. والله اسيب اخويا عوضلاجي؟ لا يا حبيبتي هو مش عايز ولا ما ينزل. اديهوش؟ لا يا حبيبتي هو مش ولا عايز عايزاه ينزل يدور اصلا عشان حضرتك كل شويه تيجي كمان كام يوم وتدي له الحسنه اللي بتديها له. انا مش قابله يا ستي. اولا دي مش حسنه. طب انا مش مفيش حاجه قابلاها. ما بين الاخوات حسنات يا طب انا عصمه. مش قابلاها هو يا انت ستي. ليه يا عصمه توقفنا زي الزور كده؟ انت عايزه توقعي الاخوات في بعض؟ والله هو انت شايفه كده؟ وكمان دخلهم، يعني ايه المشكله لما انا ما كنتش فاضيه وهو يوديهم بدالي؟ ايه المشكله؟ بسيب له العربيه بيوصل عيال، ايه المشكله يعني؟ لا انت جيبيها كده بقى على صريحه اللي هو بيشتغل عند سيادتك. لا هو ما مش... بيشتغلش، انا لا اخويا هو ما بيشتغل بيشتغلش عندك يا عندي. مروه. انا افدي وده اخويا بعيني اجرته لا دي اللي مش بيشتغلها اجرته. عندك. دي مش انا نفسي افهم انت زعلانه، عارفه انت شاغله بالك ليه؟ ويا ستي حتى لو بيشتغل عندي انت مالك؟ ما يشتغل عند اخته احسن ما يشتغل عند الغريب. والله ولا انت اللي الغريب يتمرمط لهم عادي اما يشتغل عند اخته لا حرام؟ امال يا اختي لو كنت مشغلاه ببلاش وما بديكيش فلوس كنت عملتي فينا ايه؟ اذا كانت بندوكي فلوس ومش منقصين بيتك حاجه ومش خالصين منك. والله مروه انا مش ولا محتاجه خالصين فلوسك، من انا مش لسانك. عايزاها. انا مش عايزه فلوسك، انا عايزه جوزي احس اللي هو بينزل يدور على شغل ويجتهد ويكافح بيه، مش شغال عندك يا مروه. انا مش لا عايزاه لا كده. لا. طب ما اخويا بيشتغل، ما بيشتغل معايا يا ستي، قدرها معايا. والله قدرها معاكي. ولا انت حرقاكي حته ان هو بيشتغل عندي؟ انا عايزه افهم يعني. انا مش فاهمه لك يا مروه والله الصراحه، يعني انا جيت اكلمك دلوقتي عشان ما اكلموش عشان ما يحصلش مشكله ما بينكم، وجايه بكلمك بقول لك الوضع دوت انا مش عاجبني. اصل انت ما ينفعش تقولي لي امنعي من اخوكي، ما تديش اخوكي فلوس، وما ينفعش تقولي لاخويا اني ما تقضيش يا ستي انا ولا مشاوير هقول لده اختك. ولا هقول لده، انت قولي له يا مروه عشان هو بيسمع كلامك وبيعتمد على كلامك جدا وما بيثقش في كلام مراته، فحبيبتي انت قولي له يا احمد انزل دور على شغل بجانب الشغل اللي بيشتغلوا مع سيادتك مع حضرتك، عشان ما احسش ان انا باخد مصروف بيتي منك، عشان الموضوع دوت انا مضايقني. وافرض بقى عوزته في مشوار ولا في حاجه ضروريه يقول لي انا في الشغل يا مروه مش فاضي؟ لا ما يسيبش الشغل، لا يسيب شغله عشان حضرتك، لا لازم. بتمنعي يعني ان نعمته. اخويا سندي وظهري تمنعيه؟ انت لا عارفه يا شحال ان انت عارفه ان جوزي مسافر؟ لا عندك حق فعلا. لا ده احنا اتنين ايتام، ولا لينا اخ ولا لينا حد تاني، احنا الاتنين. والله العظيم غلط اللي انت بتعمليه دوت، انت مشغله اخوكي عندك وجوزك اللي مسافر دوت اللي بيبعت لك بتدي له لاخوكي، والله العظيم كل اللي انتوا بتعملوه دوت ده ما صح. يا ستي احنا اخوات بنحب بعض يا ستي. يدخل ما بين الفوله ومشافه وبذرتها ما ينوبك الا قشرتها، في ايه يا عصمت؟ والله تصدقي يا عصمت في صفه جديده انضافت ليكي؟ اللي هي الصفرنه والغل. والله والتوقيع ما بين الاخوات. كنتش افتكرك كده حبيبتي لما جوزك ينقصك ولا ما يديكيش فلوس ليكي حق تشتكي، اما دلوقتي مالكيش حق يا عصمت. اهدي اهدي عشان من كتر العصبيه بقيتي كده. تشاو. والله كنت فاكراكي بني ادمه هتكلم معاها وهتستوعب كلامي، لكن فعلا تقديري ليكي طلع غلط.